ايه ده؟ حاسين انت جيت؟ ده شكل باب الشقه كان مفتوح وهي دخلت، بس شكلها اوضه بيتي. ايه ده؟ تفتكر تاهها من مين؟ لا يا حبيبتي، القط ده بتاعك انت. انا جايبهولك مخصوص عشان تطلعي فيه كل طاقة العطاء اللي عندك. نعم، طاقه العطاء اللي عندي؟ هو انت بتهزر ولا بتتكلم بجد عشان ما تنرفزت بس؟ ولا بتستغباني مثلا؟ ما انا هطلع غلطان في الاخر برضه. لا لا سمح الله. بقالي يومين بلمح لك اني نفسي في طفل، وانت بمنتهى السذاجه جايب لي قطه. كويس ان انا ما اتخانقتش معاكي، لان كل اللي اتفقنا عليه قبل الجواز انت بتغيريه بالتدريج وبمزاجك، وعايزاني اقبل بالامر الواقع حتى لو هو ضد رغبتي. المهم يحصل اللي انت عايزاه وبس. ولو انا ما عملتش كده هبقى انسان وحش، ما بحسش، ما بفهمش، مش كده؟ انت فعلا مش فاهم اي حاجه، ولا عمرك كنت فاهم حاجه. عادي جدا. على فكرة انا كنت متوقع منك كده. ماشي، انا اسف يا كارمن، اسف وحقك عليا. انا داخل انام. لا استنى بقى، ايه انا اسف دي؟ هو انت بتقولها عشان تنهي الحوار وخلاص؟ انا لسه في كلام عايزه اقوله. لا عني بقى، انا ما نمت ولا كلت. اتفضلي حضرتك عطمي فيا لحد ما تستريحي. ها، عايزه تقولي ايه كمان؟ ايوه. هتخافي من صوت العالي وتبصي لي وتحسي قدامك ان انا يا للهول، كأني وحش كاسر، وتجري على اوضتك تفضلي تعيطي لحد ما اجي واعتذرلك، مش كده؟ دي بقت حاجه تقرف. اديني يا ستي قفلت الباب وطفيت النور. ما انا كل يوم واحده تجيلي تقول لي اقفلي الباب وراكي. انا ما بقتش اشتغل، انا اتنظرت. معلش يا بوسينة، اصل انا مش عايزه حد يشوف خيبتي ويعرف اللي زين عمله فيا. طلع متجوز؟ اه، بس مش هي دي المشكله. دي مصيبه سودة. يعني ازاي مش هي دي المشكله؟ دي مشكله كبيره قوي.